السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني يا حبايب قلبي. ايه يا ام وعد؟ يا رب يا رب عقبال البنات كلها وعقبال كل ام ما تفرح ببناتها. ربنا النهارده رزقني انا والست ام آية، كنا بنعمل حاجة عروسة. ايه هي حاجة العروسة يا ام وعد؟ عملنا بضفور وغريبة وكحك. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. كان نفسي تشوفوها. لو انتوا عايزين تشوفوا البضفور والغريبة والكحك ابعتوا وقولوا لي وانا اعمل لكم مخصوص. حبايب قلبي عقبال بناتكم، عقبال ربنا ما يستر بناتكم يا رب كده يا حبايب قلبي. وبعد ما خلصنا لقينا ام العروسه جايبه لنا دكارين بط وبتقول ايه؟ ارجوك يا ام وعد نضفي لي دول. طب هنضف واشتغل فيهم؟ لا نضفهم لي بس. يعني هي يا ام وعد مش عارفه توديهم لفراغ دي؟ هي بتقول لي ايدك كلها بركه يا ام وعد، وانا بتفائل بالحاجه اللي انت بتعمليها انت والست ام آية. فنضفنا لها بسم الله ما شاء الله دكارين البط يا حبايب قلبي، ودتهم لبنتها نايين. طب هو ده صباحيه ولا ايه يا ام وعد؟ هي بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله عامله بتعمل ايه الاول يا ام وعد؟ بعمل ايه؟ جعانين وميتين من الجوع وما فطرناش، فالفطار هيخش له غدا يا حبايب قلبي. ففتشنا في صندوق الحاوي اللي عندنا لقينا شويه فول مدشوشين والله يجي ربع كيلو، وحبه قوطه في التلاجة مع بصلتين. وهعمل الحاجه دي قدامكم كده، واكيد امهاتكم وستاتكم كلها عارفينها، يعني انتوا شطار. اكله قديمه من الزمن اللي فات، بس هنعمل ايه؟ زي ما قلنا ام وعد بتقول الجوده بالموجوده، واحنا جعانين. هنعمل ايه النهارده؟ منها فطار ومنها غدا، واللي هيتبقى اللي جاي عايز ياكل ياكل. ده اللي موجود النهارده كده، عشان بجد تنظيف البط خد مننا وقت، وربنا يسامحها ويصلح لها حالها. الفلاحه اللي هي اشترت منها البط يا حبايب قلبي كان مجدر. يعني ايه مجدر يا ام وعد؟ البط كان فيه اللهم صل على النبي، البط ما خدش السن القانوني بتاعه، يعني ما بلغش كده. انتوا فاهميني يا حبايب قلبي؟ فالبط عشان تعرفوه وانتوا ماسكينه كده تشوفوا الملمس بتاعه، يعني تفتشوا في الريش بتاعه تشوفوه مجدر، تشوفوه كبير، تشوفوه يعني ايه بط بربر. يعني ايه بربر يا ام وعد؟ لا ده الموضوع بقى كبير قوي كده. انا كل ما اخش في حاجه اتسال في حاجه تانية يا حبايب قلبي. يعني البط ده عجوز على قد الوزن بتاعه، هعرف ايه البط ده قد ايه؟ الله يسامحك يا ام آية، الله يسامحك. هي البصلايه ما عارفه ان هي رايحه برضو نصها رايح للبط. انا ما اعرفش هي بتستعجل ليه وتروح تخرط في البصلايه، تقشر لي البصلايه. الجوع يا حبايب قلبي. اللهم صل على حضرة النبي. بزيت يا ام وعد؟ بزيت، مش هحط سمنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هاتي المعلقه يا حبيبه قلبي. الله اكبر. معايا يا حبايب قلبي. فالمكان ايه؟ خد مننا وقت ان احنا عبل ما خلصنا لعروستنا. علي شويه الشعله دي. قبل ما خلصنا حاجتنا كان الوقت عدى واحنا جعانين، والله ما فطرنا لحد دلوقتي، بس لاجل الحلفان شربنا شاي مرتين. ام العروسه عزمت علينا ان هي تجيب اكل، قلنا لها طبعا لا احنا ببيتنا، هو احنا شغالين في فرن بره؟ ما ينفعش. يا رب تستر عرض البنات كلها وتصلح حال البنات كلها يا رب، يا رب تستر عرض البنات كلها. حبايب قلبي هحمر البصلايه ديت كده، هحمرها كويس قوي للطبيخ واسقط القوطه. علي كمان شويه يا حبيبتي. طب يا ام وعد هي لازم وهي رايحه في الصباحيه تعمل كحك وبتفور وحاجات تاني؟ لا يا حبايب قلبي، انا كنت عامله لها وهي مودياهم لها قبل ما تروح في الصباحيه. بس هي نسيت حاجه، نسيت ان هي تودي لحمه العروسه. يعني ايه ده يا ام وعد؟ يعني لازم العروسه تودي لحماتها؟ ايوه حبايب قلبي. يعني انا دلوقتي عامله البنت الموجود، انا مش هكلف نفسي، يعني ما اعملش خمسات والكلام ده، لا على قد بس من الواجب ده بالنسبه لي اللي انا اعرفه ان انا اعمل ايه؟ ان شاء الله طبق حلو مشكل لام العريس.
اعمله لها. في اللي بيودي لام العريس عشاء وفي اللي ما بيوديش. يعني ايه يا ام وعد عشاء؟ يعني يا حبايب قلبي كده اما تصلوا على النبي وتوحدوا الله، صلوا على النبي يا حبايب قلبي. في اللي بيودي لام العريس على قده، ان شاء الله فرخايه على القد. يعني انا بشوف عدد الاسره قد ايه، مثلا في سلفي وفي سلفتي اخوات جوزي وحمايه وحماتي مكونين من 4 تنفار او 6 تنفار، بعمل بطايه، بعمل فرخايه، بعمل حله محشي. اللي هتاكل منه العروسه لازم ام العريس تاكل منه. ايه يا ام وعد ده انت داخله علينا جامده؟ لا يا حبايب قلبي، هي دول اصول. ام العريس لازم تاكل منه. ده انا لازم ابوس ايديها ان هي جابت لي حبيبي. حبيبي يا ام وعد؟ ايوه يا حبيبه قلبي، لازم ام العريس. دي الناس، انا مش بقول انتوا كلكم حلوين وبتفهموا في الاصول، بس هو كده يا حبايب قلبي. ام العريس لازم تاكل من اللي رايح للعروسه. احنا طبعا بنقول كل واحد على قد ايه امكانياته، بس اللي من ندر ووفي راضي ام العريس يا حبيبه قلبي. هي مش باصه في الاكل ولا باصه في حاجه، بس هي دول اصول يا حبيبتي. ان انا اودي لام العريس. هو انا هبقى عروسه وابقى يوم الصباحيه هعزم حد عندي؟ لا، مين قال كده يا نن عيني؟ بنتي برضو على قد امكانياتنا. في يا حبايب قلبي اللي بيقعدوا اسبوع كامل يودوا للعروسه كل يوم عشاء، بالرغم ان احنا مودين لها في الفريزر وملين لها الثلاجه. ايوه يا حبايب قلبي، برضو الجوده بالموجوده وعلى قدك يا حبيبتي اعملي. اما بقى لو كانت عروستنا شاطره وعندها حاجتها كلها في الثلاجه، علي شويه الشعله بتاعتنا مش عارفه مالها كده. انت فاهماني يا حبيبه قلبي؟ هتقوم وتعمل. بس انا ما اظنش بقى يا حبيبتي ان بنات اليوم شطار وزي العسل، بس مش هيقوموا ويطبخوا يا حبيبه قلبي. ده هي عايزه تكن جنب عريسها. ربنا يهدي سر البنات كلها ويصلح لهم حالهم يا حبيبه قلبي. البصله طبعا انتوا عارفين ان البصل بياخد وقت على النار. البصل الابيض ده بالذات بصل ابيض، ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ البصل الابيض مهما تقطعي منه كميات بيصفصفوا على حاجه بسيطه، غير البصل الاحمر خالص يا حبايب قلبي. لو بصلايه من البصل الاحمر بتغني وبترمي معاكي، ما عدا البصل الابيض. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. حبايب قلبي ما تنسونيش في التعليقات، ما تنسونيش في الصلاه على النبي. فين الكلام الحلو؟ انتوا نسيتوا ام وعد. شايفاكي اللي مش عايزه تحط لايك، بالله عليك حط لايك، وحياه حبيبك النبي تحط لايك. ايه يا ام عبد يا ام وعد انت بتشحتي؟ لا والله العظيم انا بحبكم، انا بحبكم والله، وانا عارفه ان انتوا اللي يسعدني يسعدكم، وانا هكبر بيكم يا حبايب قلبي. ربنا يكبر خاطركم يا رب ويصلح لكم حالكم. زي انا ما قلت كده يا حبايب قلبي في البدايه، البصله بتاعتي بتحمر اهي بسم الله ما شاء الله. طب هي يا ام وعد لازم تحمر قوي؟ ايوه، ما تبقاش نيه عشان تبقى ريحتها جميله كده في قلب الفول. ايه الفول ده؟ طب ما نعمل فول بقوطه. ما انا زي ما قلت لكم احنا مش عايزين نشتري حاجه من بره، انا لقيت الحاجه دي كلها موجوده ومتوفره عندي، فانا قلت ايه نعملها. ده اللي انا هسقطه ده يا حبايب قلبي فول مدشوش، ومدياله نقعه كده شويه بسم الله ما شاء الله اهو. كتير يا ام وعد؟ لا يا حبيبه قلبي مش كتير، عبل القوطه ما تتسبك. وادي البصله بتاعتنا بسم الله ما شاء الله احمرت. اللهم صل على حضره النبي، الله اكبر، صلوا على النبي يا حبايب قلبي. القوطه بتاعتي تتسبك واسقط الفول وارجع وانا باكل قدامكم. صلوا على النبي. قلت لكم يا حبايب قلبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد ما عملنا الفول ده، الفول بتاعنا يا حبايب قلبي التقليه استوت واتسبكت كويس قوي، وجيت ساقطه الفول. هو يا ام وعد ممكن يبقى مرق شويه؟ يا حبيبه قلبي، بس احنا عملناه بقى كده عشان ناكل بجد، احنا جعانين. يلا يا ام ايه، يلا يا قلبي تعالوا كلوا معانا. يا مين اللي هياكل الاول؟ وبعدين بقى وانا جعانه، احنا بجد ما فطرناش. واللفت بتاعنا بس يا ام وعد، احنا قلنا الجوده بالموجوده. بسم الله الرحمن الرحيم، محدش عيب عليا والله تحفه. ده عمايل ام زين صح كده؟
نعملهم من 15 سنة. انا فاكره نفسها نغه بقى. يعني انا المفروض تقول من 26 سنه ما اكلتوش. والله يا منى كانت بتكسر لنا عليه البيض انسي. في داخله في طمع. كان نفسي نعمله كده ببيت بس البرد مع البيض لا. تحفه. ممكن نعمل تحدي مع بعض ونشوف مين هيكسب. انا لو خلصت الرغيف بتاع الاول انا هديك 2 جنيه تجيب الرغيف. بجد لا بجد دي رخمه. 2 جنيه بجد؟ 2 جنيه ولا 200 جنيه؟ 2 جنيه. خلصت الرغيف ولا خلصت الرغيف الاول اهو. هم 2 جنيه ولا 200 جنيه؟ لا 2 جنيه. هتديني 200 جنيه هخلص بسرعه. لا هم 2 جنيه. كل واحد على قده. حبايب قلبي بالله عليكم تكتبوا لي انا استاهل لو انا خلصت رغيف العيش ده وطبق الفول 2 جنيه ولا 200 جنيه؟ لا انا مستعده اكل طبق الفول ورغيف العيش ونص المخلل ب 200 جنيه. ايه رايكم؟ لكن ايه 2 جنيه؟ يا رب النهارده اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم وما اكونش ضايقتكم بالاكل بتاعي اللي انا بعمله. طبعا انتوا قد الدنيا بحالها وبحب دايما ان انتوا تكونوا معايا. بالله عليكم ما تنسوني في اللايك والشير وفي الاشتراك في القناه وبالصلاه على النبي. بحبكم في الله.